انا شغال على اكسل بقالي كتير، وبصراحه لسه شايف ان هو ملوش بديل. بس اوقات الموديلنج بياخد وقت، تصلح شيتات، تزود assumptions، تربط statements ما بتخلصش، وتفضل تراجع validations طول الوقت. في الفيديو ده هوريك ازاي تبني 3 statement financial model كامل ومربوط في وقت قليل جدا باستخدام ال AI. الموديل بتاعك هيبقى شكله وأداؤه كأنه خارج من ماكنزي أو جولدمان ساكس، وهنمشي خطوة بخطوة. أول حاجة ازاي تجهز الانبوتس، تاني حاجة ازاي تكتب برومبت موديل مثالي، تالت حاجة ايه اللي هتاخده بالظبط بما فيه الاوتوميتد سكادجولز والتشيكس والسيناريو اناليسيس. فلو جاهز يلا بينا. هل جربت تتخيل ازاي الشركات الكبيره بتاخد قراراتها الماليه؟ السر ورا القرارات ديت هو النمذجه الماليه. في كورس النمذجه الماليه هتتعلم ازاي تبني نماذج ماليه باستخدام اكسل، وتقدر تحلل اي بيانات ماليه علشان تاخد قرارات استراتيجيه صح. هنتعلم مع بعض تحليل مفصل للمخاطر، وكمان ازاي تحدد القيمه الحقيقيه لاي شركه. وانت بتتعلم هتكون جاهز تحلل الفرص والتهديدات في السوق، وتاخد قرارات استثماريه مبنيه على بيانات حقيقيه. والافضل من كده، لو مش راضي عن الكورس بعد 6 فيديوهات تقدر تحصل على ضمان استرداد كامل لتكلفه الكورس. مستني ايه؟ ابدا معانا دلوقتي. هتلاقي لينك التواصل موجود في وصف الفيديو. نرجع بقى الفيديو النهارده. الخطوه الاولى، جهز الانبوت بتاعتك. قبل اداه الاي اي ما تشتغل وتبني لك الموديل، لازم الاول تديها بيانات الادخال الانبوتس وتكون نظيفه. هتحتاج 2 شيت في فايل اكسل واحد. الشيت الاول شيت البرفورمانس، اللي هو شيت الاداء، وده اللي بنحط فيه القوائم الماليه التاريخيه، ويفضل يكون عندك من 3 ل 5 سنين بيانات. وده كمان اللي بيحدد الفورمات والاستراكشر اللي عايز تكمله. وبرضه لازم تضيف تحت شويه حسابات مهمه لمؤشرات الاداء. والشيت الثاني شيت الاسامبشنز، اللي هو شيت الافتراضات، ودي فيها قواعد التوقعات والدرايفرز. شكلها هيبقى كده: كولم A، عمود A، اللاين ايتم او جزء الفاينانشال ستيتمنت اللي هتعمله بروجيكشن او توقعات، والعمود B الفوركاستنج ميثود، مثلا الجروس ريت، مارجن، تيرن اوفر دايز. والعمود C لدرايفر فاليو، زي مثلا 10% جروس، 30 يوم سيلز اوتستاندنج. وتقدر كمان تضيف سيناريوهات البيس والبيست والورث، بس دلوقتي هنستخدم البيس كيس بس. وكده خلاص فايل اكسل واحد، شيت بالبرفورمانس وشيت بالاسامبشنز. وتعال نشوف الاي اي هيكمل منين. الخطوه الثانيه، ارفع الملف واكتب البرومبت. اول ما الفايل يبقى جاهز ارفعه على الاي اي تول، ممكن يبقى تشات جي بي تي او جين سبارك او اي مودرن اسيستنت بيقرا اكسل. وبعدها نيجي لاهم جزء، البرومبت. وده السر، لان جوده الموديل المالي بتعتمد 80% على قد ايه كتبت البرومبت صح. وتعالى نقسمه جزء جزء. اول حاجه الدور والهدف، الرول والاوبجكتيف. ده بيقول للاي اي هو مين وبيعمل ايه. فانت مساعد في النمذجه الماليه، ابني موديل مالي كامل ومربوط ما بين الثلاث قوائم: الدخل والميزانيه والكاش فلو، وده باستخدام الاندايركت ميثود، وبتوقعات لمده 5 سنين. طيب ليه ده مهم؟ لانك كده بتحدد السياق، الكونتكست، وكمان الديليفرابل او النتيجه المطلوبه. فتخلي الاي اي يتصرف كمحلل مالي محترف، مش تشات بوت. تاني حاجه شرح الانبوتس. بعدها تشرح هيكل الاكسل. يعني الشيت الاولاني البرفورمانس فيها البيانات الماليه القديمه بتاعت الشركه، وكمان شكل التقرير اللي عايز تكمله. والشيت التاني الاسامبشنز، دي فيها طرق التوقعات، الفوركاست ميثودز، وكمان الدرايفرز اللي الموديل هيبني عليها. ده بيخلي الاي اي فاهم المنطق، بيسحب البيانات منين ويبني اللاي اوت ازاي. تالت حاجه الفوركاستنج لوجيك، هنا بتقول له يعمل بروجيكشن ازاي. كل لاين ايتم طبق عليه الطريقه والدرايفر اللي موجودين في شيت الاسامبشنز، وتوقع الخمس سنين الجايين باستخدام المعادلات المحاسبيه العاديه وطريقه الاندايركت كاش فلو. ده اللي بيخلي الموديل ذكي. ريفينيو يزيد بمعدل، اكسبنسز تمشي بالمارجنز، وهكذا. رابع حاجه الربط والسكادجولز، الجداول الداعمه. اتاكد ان كل القوائم مربوطه بالكامل، قائمه الدخل بالميزانيه بالكاش فلو، واعمل سكادجولز للسيلز ومارجنز والوركينج كابيتال والكابكس والديت والايكويتي والرول فوروردز. اهم نقطه الموديل لازم يفضل فولي لينكد او مربوطين بالكامل. خامس حاجه الانتجريتي تشيكس، ما ينفعش موديل ما يظبطش
فبتضيف تشيكس، يعني مثلا الاصول بتساوي الالتزامات زائد حقوق الملكيه، الاندن كاش في الكاش بيساوي السي اف اس في البالانس شيت كل سنه. سادس حاجه الفورماتين والاوتبوت، ده جزء الشكل النهائي. الهيستوريكال داتا تفضل زي ما هي، والفوركاست يبدا بعد اخر سنه اكتوال، نفس الفورماتس، مفيش هارد كودد. شيت البرفورمانس بيساوي الاوتبوت بتاع الفوركاست لينكد للبيس كيس. وكده خلاص، كده عندك نموذج مثالي للنمذجه، منظم، قابل للمراجعه، جاهز يتنفذ. الخطوه الثالثه، شغل الموديل وابدا استكشف النتائج. دلوقتي نفذ البرومبت، وفي خلال دقايق هيجي لك 3 ستيتمنت موديل كامل، واللي جواه كالاتي: اولا على الشمال هتلاقي الثوت بروسيس بتاع الاي اي بيشتغل ازاي خطوه بخطوه. ثانيا هتلاقي السمري بكل اللي اتبنى. ثالثا النتيجه الاساسيه في تاب جديد، الاكزيكتيف سمري، نطاق الشغل وطريقه النمذجه اللي هي الموديلنج سكوب والميثودولوجي، وكمان اهم الافتراضات، الكي اسامبشنز، وملخص التحقق والصحه اللي هو التشيكس والفلاجز، الفاليديشن سمري. وعندك كمان انتراكتيف فاينانشال ستيتمنتس، الانكم ستيتمنت والبالانس شيت والكاش فلو بالاندايركت ميثود، ومعاهم كل توقعات ال5 سنين الجاي، وكله مربوط وكله متنسق وكله مظبوط، وكمان بالانسد متوازن، وقسم السكادجولز، البروبرتي والبلاند والكيوبمنت سكادجول، وعندك كمان الوركينج كابيتال والديت سكادجول والايكويتي رول فورورد. كل سكادجول راجع للستيتمنتس وكل حاجه مربوطه. وفي الاخر هتلاقي اهم الانسايتس في الموديل، وشيت التحقق اللي هو الفاليديشن تشيك شيت، وطريقه النمذجه الموديل ميثودولوجي، والافتراضات الاساسيه الكي اسامبشنز. وكمان في نسخه قصيره عباره عن داشبورد، ريفينيو جروث وبروفيتابيلتي ماتريكس ومارجن ترندز وهكذا. اما بخصوص السيناريو اناليسيز، بما ان شيت الاسامبشنز فيها وورست وبيست وبيز، تقدر تغير الدرايفرز مباشره، تزود الجروث 20%، تقلل الكابكس، والموديل يعيد الحساب فورا. واختبارات الضغط او الستريس تيستس جاهزه من غير ما تبني حاجه من الاول. ولو عايز تنزل البرومت اللي استخدمته في الفيديو ده، هتلاقي لينك موجود في وصف الفيديو. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. اتعلمت ازاي تجهز الانبوتس، تكتب البرومت الصح، وتشغل الموديل 3 ستيتمنت موديل مربوط في دقايق مش ايام. فجرب تطبق الخطوات، واكتب لي في الكومنتات ايه اكتر تحدي قابلك في الفوركاست. اشوفك الفيديو اللي جاي. سلام.